السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي وبيراميدز، الحقيقة يعني من أسوأ الماتشات اللي شفتها للأهلي النهاردة. ماتش سيء 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 للغاية. ما تعرفش فيه إيه، يعني في حاجة غلط. إيه هي محدش فاهمها. يعني الراجل لعب خطة، يعني ينزل كل واحد في مركزه. نزل لك وسام ابو علي، نزل حسين الشحات، بن شرقي على الشمال، نزل خط النص امام عاشور، مروان عطيه، اكرم توفيق، قلبين الدفاع اشرف داري، رامي ربيعه، محمد هاني هنا، وكان يحيى عطيه الله في الاول على الشمال. مفيش برضه، مفيش تواصل. يعني فرقه زي دي، يعني بالمستوى اللي انا شفته النهارده ده، لو لعبنا فرقه زي سان داونز كده، يعني بالمنظر ده احنا هنشيل خمسه تاني في المرتاح. هو يعني خط الدفاع بعيد جدا عن خط الهجوم. خط الدفاع ما بيقطع كوره، ما فيش خط نص عندنا فعلا. يعني خط النص بتاع بيراميدز يعني كان وكيلنا النهارده، خد مننا الماتش. اي كره تانية بيراميدز اللي بياخدها. احنا ما عملناش حاجه الشوط الاول كله، ما فيهوش غير كوره مثلا شطناها على الجون ولا حاجه. كره كريم الدبيس اللي جت في الاخر دي، شاطها برجله الشمال وشكرا. احنا ما يعني ماتش سيء قوي، ماتش سيء. اللعيبه مش في اشرف، بن شرقي مش قادر يجري. حسين الشحات خارج نسي الكوره باين من كتر القعده على الدكه. انا مش فاهم في ايه، في حاجه غلط. ده انت تحمد ربنا. وبرضه التغييرات اللي نزلها، يعني انا ما شفتش طاهر. يعني طاهر النهارده انا ما شفتوش. طاهر نزل كأنه مثلا نزل عدى من اليمه التانيه في الملعب، يعني ما تعرفش راح فين. احمد رضا مش قادر يقف على رجله. الجون اصلا اللي داخل ده منه، مش عارف يعمل تاكلينج، مش قادر يجري. يعني عمل تاكلينج كده يعني عارف انت بعلوئيه زي ما بنقول. والولد واخد بعضه، واخد الكرة وجري. صديق اجولا ده خد الكرة وكمل، وده عادي بيجري وراه كده بالراحه. ايه يا عم الزفت اللي انت بتلعبه ده؟ حاجه يعني. كان ماتش سيء الحقيقه. يعني احمد رضا لو ما كانش في اخر الماتش جاب الجون ده، كان هو اللي يشيل الماتش ده. تخيل يعني. احنا دلوقتي ما عملناش اي حاجه. يبقى الوضع كما هو عليه، فرق 4 نقط. وهتستنى بقى حد يجيب لك حقك بقى. فاهم؟ انت بتروح خناقه وتجيب ابن خالتك تستنى ابن خالتك يرجع من السفر عشان يجي يتخانق لك. انت كده انت مستني بقى فرقه تكسب بيراميدز، فرقه تتعادل مع بيراميدز، وانت قاعد كده على الله. وطبعا انت برضو لازم تكسب. بس في حاجه غلط. تحس ان الفرقه مش فاهمه بعض. كولر بعيد، في حاجه غلط. مفيش حماس كده، مفيش روح. الاهلي مفيش جمله اتلعب. تخيل مفيش هجمه منظمه اتلعبت. مش عارفين نباصي 3 4 5 باصات على بعض. يعني الحقيقه ماتش سيء سيء جدا. بيراميدز عمل ماتش كويس، يعني طرد منه لعيب. والحقيقه كريم حافظ لعب، يعني لعيب حلو قوي. كريم حافظ ومهند لاشين كانوا قافلين ميه ونور في نص الملعب. مفيش حد هيعدي. الكره التانيه بتاعتهم، الناس دي بتلعب كوره. فبيراميدز فرقه قويه جدا يا جماعه والله. يعني مش فرقه يستهان بيها نهائي. ولو خدت الدوري ده يبقى يعني حقها. يعني هي لو كملت بالمنظر ده لغايه اخر الدوري، مفيش فرقه هتعرف توقعها. انت مستني بيراميدز يا اما تتعادل ماتشين، يا اما تخسر ماتش وتتعادل ماتش. بالمستوى ده انا مستبعدها. ده هو كان هم ايه 9 ماتشات ولا 8 ماتشات هيلعبوا، لعب منه ماتشين، فاضل له مثلا 7 ماتشات ولا حاجه هيلعبهم. ما توقعش اصلا بالمستوى دوت ان هو يقع ماتش يعني. فالحقيقه كان ماتش سيء جدا للاهلي. كولر يعني انا مش عارف احنا صابرين. يعني لو رحنا كاس العالم بالمنظر ده، يعني انا مش فاهم. على كل المصاريف اللي احنا عمالين نصرفها دي، هنروح نترزع 3 ماتشات ونرجع. ماتش سيء الحقيقه. يعني انا قلت ماتش سيء دي 30 مره، مش عارف. زهقان والله. ماتش قذر الحقيقه. فاتمنى اللي جاي يكون احسن. اتمنى نعرف الغلط. يعني انا حتى لو انا بتفرج انا مش عارف المشكله فين، بس انا شايف ان المشكله يعني في نص الملعب. انا مش فاهم قفشه ليه ما بيلعبش. انا شايف ان المشكله ان نص الملعب ولا عارف يربط مع خط الدفاع، ولا عارف يربط مع خط الهجوم. وسام ابو علي رجع من الاصابه، يعني تحس ان هو نسي. يعني ركن وسام في البيت وجالنا ابو علي. مفيش كوره خالص، مفيش لمسه، مفيش حاجه. اللعيبه كلها يعني اللعيبه كلها خارج المستوى. اتمنى الماتشات الجايه يكون احسن من كده. عندنا ماتش صن داونز اعتقد الجمعه الجايه يوم 18 اعتقد. الجمعه الجايه. فاتمنى يعني ما اشوفش المستوى الزفت ده. حاجه يعني زي الزفت والله. لو الفيديو عجبك يا ريت برضو تقول لي رايك في الماتش
وتقول لنا ايه رايك في كولر، يعني انت شايف كولر من اي حته، لان انا مش شايفه خالص. ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتتابع معانا كل جديد. شكرا.